بُص، هو المهارات الأساسية اللي أنت لازم تتعلمها دلوقتي هي التعديل على الصور، مش هنقول designing ولكن هو من المهارات اللي لازم تكون عندك، لازم في وقت من الأوقات هتعدّي على موقف إن أنت حابب تحط صورتين تجمعهم في نفس الصورة، أو حابب إن أنت تشيل جزء من صورة، أو حتى حابب تعمل logo لفكرة معينة أو Facebook design أو أي حاجة من الحاجات الdesigning الموجودة. طبعًا الAI في المجال دوّة يعني أضاف إضافة فظيعة وخلّى الموضوع سهل جدًا، ولكن برضه في مهارات أساسية ومهارات بسيطة هي تعتبر من العلوم الأساسية، زي ما الطفل بيخش ابتدائي بيتعلم العلوم الأساسية العربي والحساب عشان يعرف يشوف بعد كده معاملاته، يعرف يقرأ، يعرف يكتب، يعرف يعبّر عن نفسه، نفس الكلام دلوقتي العصر اللي إحنا فيه، في مهارات أساسية تانية غير العلوم الأساسية ديّة، زي الdesigning وغيرهم مهارات تانية. مهارات لازم تكون عارفها علشان أي فكرة في دماغك أو أي حاجة في دماغك أو أي موقف بعد كده تقدر تتصرّف فيه، ما يبقاش أنت حاجة تافهة وبسيطة ومحتاج فيها إن حد يساعدك، فبصراحة ديّة من الحاجات اللي ما ينفعش تجهلها ويكون عندك جهل بيها. وبصراحة من أبسط الأمور اللي بقت موجودة مؤخرًا بتحل المشكلة ديّة هو برنامج Canva. Canva عبارة عن ويب سايت موجود موبايل application وموجود منه الweb browser اللي إحنا بنشتغل عليه الweb application بتاعهم. موجود تقريبًا على كل المنصات، سواء أنت أيفون، سواء أندرويد، سواء تابلت، وبصراحة أنا كنت زمان باستعمل الفوتوشوب في الحاجات ديّة، دلوقتي مش محتاج تتعلم الفوتوشوب، مش محتاج المهارات الprofessional أوي ديّة، بالذات برضه مع ظهور الAI، ولكن canva هي فيه المهارات الأساسية، وحتى الfree version بتاعه ممتاز، الfree version بتاعه رائع إن أنت هتقدر تحل بيه أي مشاكل بتواجهك. طيب الكورس دوّة موجه لمين؟ الكورس ده موجه لأي حد ما يعرفش يعني إيه canva، أي حد ما يعرفش إن هو يحط صورتين مع بعض، أي حد ما يعرفش يعني إيه PNG، يعني إيه JPEG، ما يعرفش يعني إيه امتدادات الfiles بتاعة الصور. هتعرف إيه في الكورس ده؟ هتعرف إنك تعمل حاجة زي كده، ده مثلًا شوية designs عن العيادة مثلًا عندي وإن أنا باعلن عن نفسي وكده. تعرف مثلًا تعمل حاجة زي كده مثلًا logo مثلًا، يعني حاجة كان كروكي كده عاملينها سريعة. هتعرف تعمل حاجة زي برضه دي لوجوهات تانية، دوّة الlogo بتاع القناة. دوّة مثلًا كنا عندي فكرة معيّنة أو مشروع شغالين عليه، فباحب أنظّمه بالمنظر دوّة. دوّة عبارة عن presentation. طبعًا ما فيش حد فينا بيُقف في مواقف إن هو عايز يعمل presentation، عايز ينظّم فكرة معيّنة، عايز يعمل designs لنفسه، عندك فكرة مشروع عايز تعمل له الlogo بتاعك لحد ما تقف على رجلك وتجيب حد إن هو يشيل الجزء المتخصص دوّة. طيب حلو أوي، نبدأ بقى في الكلام، وأهم حاجة تعرفها المصطلحات والأفكار اللي إحنا هنقولها دلوقتي. أولًا حابب أعرّفك الفرق ما بين كلمة بيكسل وكلمة فيكتور، أنت بالنسبة لك كلّه صور، ولكن الصور بتنقسم لمجالين أو حاجتين كبار، في نوع اسمه بيكسل دي الصور العادية تاخدها بتليفونك، وفي نوع تاني اسمه فيكتور. طيب يعني إيه بيكسل؟ تعالَ كده مثلًا نشوف صورة العربية ديّة، لحظة واحدة، صورة مثلًا العربية دي، تعالَ ناخدها برّه كده. دي صورة عادية جدًا، صورة العربية مرسيدس مثلًا، بُص لمّا نكبّرها هيحصل إيه، بُص الصورة هنفضل نكبّرها، نكبّرها لحد ما يحصل إيه قدّامنا، شايف الصورة بقت منغمشة إزاي، شايف الجزء ده هنا، شايف الpixels ما بقتش متلونة إزاي، الpixels أو الصور اللي بتكون عبارة عن pixel أو نوع الصور اللي هو الpixel بيكون عبارة عن مربعات صغيرة جدًا، كل مربع ليه لون، زي الصورة بتاخدها من تليفونك، مربعات صغيرة جدًا على الشاشة، كل مربع ليه لون معين، المربعات دي تجميعها مع بعضها بيكوّن لي الصورة اللي عندي. الصور اللي من النوع دوّة مش أحسن حاجة لو أنا هاعمل حاجة زي logo، لو هاعمل حاجة هتطبع بمقاس كبير أو مثلًا لوحة إعلانات برّه بمقاس كبير، ده مش أحسن حاجة إن أنا أعمل بيه. طيب، فده معنى كلمة إن الصورة دي pixel. طيب تعالَ نرجع تاني. طيب أُمّال يعني إيه بقى إن الصورة دي تكون vector؟ vector هو نوع من الصور أو هو النوع الآخر من الصور زي العربية دي، مهما كبّره مش هيحصل مشكلة، يعني بُص كده، نرجع ورا شوية، مهما كبّره هو مش عبارة عن مجموعة مربعات متلونة، لأ، هو الكمبيوتر عبارة عن مجموعة نُقط وعارف إن المسافة بين نقطة A ونقطة B الcurve ما بينهم مثلًا يساوي 5 درجات، ويعني مهما كبّرت هو بيعيد الحسابات ديّة تاني، فمهما كبّرت ما بيحصلهاش إن هي تبكسل، الصورة ما بتفقدش جودتها. فطبعًا في اللوجوز لو هاطبع اللوجو بتاعي مثلًا بحجم مثلًا ورايا أو بحجم كبير شوية، أو عمومًا لمّا باعمل اللوجو بتاعي، ففي وقت من الأوقات هاحتاج اللوجو إن هو يكون كبير، فدايمًا باعمل اللوجو بتاعي بشكل اسمه فيكتور. أنا يهمني بس تعرف يعني إيه بيكسل ويعني إيه فيكتور، إيه عيوب البيكسل. عيوب البيكسل إن هو لمّا نكبّر الصورة أوي للأسف بتفقد المحتوى بتاعه، بيفقد اللي بنسميها الresolution.
أو الجودة بتاعتها. طيب حلو أوي. تاني حاجة لازم تعرفها الامتدادات الفايل extension للصور. يعني إيه فايل extension؟ تعالَ كده نطلع على أي صورة مثلًا وليكن مثلًا صورة الدايرة ديّة، بُص مكتوب إيه images.png لو هي باينة، يعني مكتوب .png دي .png برضه، ديّة PNG دي JPG حلو كده؟ شوف أي صورة عندك هتلاقي أو أي فايل عندك على الكمبيوتر هتلاقي دايمًا دوت وامتداد الفايل، ده إحنا بنسميه الفايل extension. يعني الصورة دي متسيفة نوعها إيه؟ ما هي الصور دي أنواع كتير، زي ما إحنا قلنا دلوقتي نوعها بيكسل أو نوعها فيكتور. حلو أوي. أهم نوع عايزك تعرفه أو النوع العادي المتدرج ما بيننا في كل مكان اسمه الJPEG، سواء JPEG أو أحيانًا JPG. تمام كده؟ هُم الاتنين يعني يكادوا يكونوا نفس الحاجة، الاختلافات بينهم طفيفة جدًا. النوع دوّة من الصور بيكون ليه خلفية، يعني الصورة لازم تكون مربعة، حتى لو مرسوم فيها دايرة هتلاقي ورا مربع لونه أبيض. لازم الصورة تكون مربعة. طيب أنا لو عايز لوجو العيادة وليكن بيبقى مقطوع بالمنظر ده، الخلفية بتاعته شفافة، لاحظ الكلمة دي، شايف أنا لمّا دوست على الصورة اتحدد مربع حواليها، فالخلفية بتاعته شفافة. أنا لو عايز حاجة زي كده خلفيتها شفافة يبقى امتداد الصور دوّة اسمه PNG. تاني، يبقى قلنا إحنا دلوقتي بنتكلم في الصور اللي هي أنهي؟ سواء فيكتور أو سواء بيكسل، أنت خلاص عرفت الفرق بينهم إيه. تمام كده؟ تعالَ بقى نتكلم على حاجة تانية وهاربط لك الاتنين ببعض دلوقتي. إحنا بنتكلم على file extension، الfile extension قلنا الصورة يا إما ليها خلفية يا إما خلفيتها شفافة. ليها خلفية ممكن تكون خلفية بيضا، يعني بُص مثلًا الصورة دي مثلًا صورة زي ديّة مثلًا، بُص صورة زي دي، الصورة دي ليها خلفية بس خلفيتها بيضا. الصورة دي ليها خلفية مربعات، الدورية وليها خلفية. فالصور اللي ليها خلفية لحظة واحدة، الصور اللي ليها خلفية عموم بيبقى امتدادها .jpeg أو JPG أو حاجات تانية كتير. عايز أقول لك بقى إن في نوع تاني من الصور ما لوش خلفية، فأنت لمّا تيجي مثلًا تحط اللوجو بتاعك على بوست فيسبوك مثلًا، ما تحطّلوش الصورة مربعة كده شكله وِحِش أوي، لأ حُط لي الصورة بامتداد إيه، PNG اللي هي الصور من غير خلفية. طيب، هل في امتدادات تانية مهم إنك تعرفها؟ في حاجات تانية مهم إن أنت تعرفها. في PNG اللي إحنا قُلنا عليها اللي هي الصور من غير خلفية، الJPG الصورة اللي هي بخلفية، الPDF دوّة اللي هو الكتب الإلكترونية، هل ممكن أطلّع بيها الصور؟ ممكن تحط الصورة في كتاب عادي بإمداد PDF. طيب، الصور اللي من نوع vector غالبًا بتكون .svg. إيه ده؟ يعني الصورة PNG وJPEG الحاجات ديّة مش vector؟ دي بتكون pixel، لو كبّرت الصورة أوي هتبكسل منّك. ولكن الحاجات اللي بتكون من نوع فيكتور بتكون .svg. وفي امتدادات برضه أخرى، امتدادات كتير جدًا وكل شوية بيظهر امتدادات جديدة، ولكن إحنا بنتكلم على أشهر امتدادات للصور موجودة وبنتعامل معاها كل يوم تقريبًا. حلو أوي كده؟ طيب، يبقى أنت لو عايز الصورة من غير الإطار بتاعه وخلفيتها شفافة اسمها إيه؟ اسمها PNG. حلو جدًا الكلام ده. طيب، بعد ما عرفنا حاجة بسيطة عن الصور وعرفنا يعني إيه الفرق ما بين البيكسل وإيه الفرق ما بين الvector وعرفت يعني إيه file extension، تعالَ بقى أورّيك canva. إيه هو canva؟ بُص كده، لو دخلنا على الموقع خلّينا canva.com ومثلًا أنا هاسجّل خروج مثلًا بحيث نبدأ من الأول خالص، نبدأ نعمل كإننا بنعمل account جديد. أول لمّا أخش على canva.com أهوّة، بلاش /login، خلّي canva.com بس. أول لمّا أخش على canva.com أهوّة هيقول لي أنت عايز تخش بالإيميل بتاعك جوجل، أقول له أنا حابب أخش بإيميل جوجل بتاعي، فهادوس مثلًا هنا هيقول لي يالّا continue بجوجل. طبعًا هو canva application مدفوع ولكن الfree plan بتاعته ممتازة، رائعة، وحتى الpremium plan الحاجات اللي أنت بتدفع لها فلوس، أنا شايف إن الفلوس بصراحة money wise رائعة. يعني بُص أسعاره كام، نكتب هنا مثلًا canva prices. أنت عندك لو أنت طالب ممكن تاخد كل الكلام دوّة free for free عادي، ولو أنت individual ممكن تاخد، أنت عندك free plan أهو بصفر. الprofessional plan تقريبًا بحوالي 1900 في السنة، غلوها شوية بس still برضه ممتازة. يعني تقريبًا في الشهر هتلاقيها ممكن تقريبًا نعملها هنا بالشهر 240 جنيه في الشهر، ممتازة، ممتازة رائعة جدًا، إن أنت ما بيخلّكش تحتاج فوتوشوب وكمان دامجين فيه الAI بشكل رائع. طيب تعالَ بقى نرجع تاني ونشوف canva. أول لمّا أخش على canva هالاقي الشكل دوّة، طبعًا أنت عندك مش هتلاقي المربعات دي، دي ديزاينات قديمة بالنسبة لي، مش هتلاقيها موجودة عندك. طيب حلو أوي.
شوف أول حاجة أنت عايز تعمل إيه، وليكن مثلًا هنعمل لوجو، هتيجي هنا بُص هنا كاتب لك إيه your designs، أنا كده بادوّر في الdesigns بتاعتي، لو دوست على templates هيقول لي أنت حابب تعمل إيه، حابب تعمل presentation والّا حابب تعمل بوستر والّا حابب تعمل CV ليك والّا حابب تبعت تعمل إيميل شكله كويس والّا حابب تعمل لوجو والّا flyer والّا كل الحاجات دي. أنا ممكن مثلًا أكتب Facebook post، بُص هنا جاب لي إيه Facebook post، يبقى أنت لو حابب تعمل Facebook post اختار شكل من الأشكال دي وعدِّل عليه على طول، ما تقعدش تبني design من الصفر. تمام، طيب خلّينا كده عشان for demonstration خلّينا مثلًا نختار حاجة فاضية وليكن مثلًا نعمل لوجو مثلًا. بُص جاب لي إيه، جاب لي كل اللوجوز اللي أنا ممكن أعملها. طيب وليكن تختار بقى أنت اللوجو اللي على مزاجك، اللوجو اللي أنت شايف إن هو قريب ليك، طبعًا هتلاقي designs تقريبًا غير محدودة، وتقريبًا يعني كتير جدًا منها بيكون free فدي حاجة كويسة جدًا، ولكن أنا أنصحك جدًا بصراحة تشترك في الpremium plan بتاعتهم بصراحة رائعة، وهتلاقي كمان في ناس بتبيعها أرخص من كده، يعني مواقع على الإنترنت بتبيعها أرخص من كده. طيب خلّينا زي تاني برضه عشان ما نخرجش عن الموضوع بتاعنا، وليكن مثلًا هنعمل أي حاجة خلّينا نجيب مساحة فاضية في الآخر، خلّينا نجيب مساحة فاضية ممكن ندوس هنا على الشمال هنلاقي كلمة create هادوس عليها، هيقول لي أنت عايز تcreate إيه؟ هاقول له والله مثلًا more وهاجيب مثلًا مثلًا Facebook post مثلًا، حلو أوي، كده أنا دخلت على الdesign بتاعي، يبقى أنت من هنا بتختار أنت حابب تعمل إيه، حابب تعمل مثلًا اليوتيوب thumbnail مثلًا اليوتيوب أهو thumbnail هيقول لك والله لو أنت عايز الصورة المصغّرة بتاعة اليوتيوب والله هي اختار ده المقاس بتاعها. لو مش عارف المقاس كام في كام، أنت ممكن ببساطة تدوّر على النت المقاس اللي أنت عايزه هيكون كام في كام، وتخش على custom size وتختار هنا. هنا المقاس بتدخّل حاجة اسمها بالبكسل أو بالإنش أو وحدات قياس كلّها، كده الموقع اللي هيقول لك أنت المفروض محتاج مقاس كذا، مثلًا عايز أعمل مثلًا الإنستجرام، عايز مثلًا أعمل صورة للإنستجرام ومش عارف مقاس صورة الإنستجرام المفروض يكون كام في كام. باخش بادوّر على النت عادي صورة الإنستجرام واوصل للAI وييجي هيقول لي مثلًا 500 بكسل في 500 بكسل، فهاختار هنا 500، 500 واختار الواحدة بكسل، أو ممكن برضه هتلاقي دايمًا الحاجات المشهورة ديّة موجودة already على canva جاهزة. طيب حلو أوي، فإحنا دلوقتي قُلنا اخترنا فيسبوك مثلًا وهنبدأ دلوقتي جاب لي المساحة بتاعتي اللي أنا هاشتغل فيها. بُص أنا عايز أشرح لك الحاجات اللي هي القليلة جدًا بس powerful أوي، يعني إيه؟ مش عايز أطوّل عليك واشرح لك كل صغيرة وكبيرة في البرنامج، أنا مش عايزك أنت تبقى professional أوي في البرنامج، أنا عايزك تتعلم من اللي يمشّيك، وبالtools الصغيرة ديّة تقدر تعمل أي فكرة في دماغك بأقل أو يعني ممكن مجهود أكتر شوية ولكن تقدر تنفّذ أي حاجة، تمام كده؟ طيب. بعد ما جِبت الفيسبوك page بتاعتي وفيسبوك post بتاعي وجاب لي الarea اللي أنا هاعمل فيها فهابدأ ألاقي على شمالي اسمه الaction bar أو الشريط اللي فيه الtools اللي أنا هاستعملها. أول حاجة بيقول لي design دي لو دوست عليها هيبدأ يقترح عليَّ designs بدل ما أبدأ من الصفر، يعني باقول له عايز تعمل design زي دوّة، بُص لو دوست عليه كده الdesign نزل لي لحظة واحدة بس بيحمّل، الdesign نزل لي وأقدر إن أنا أعمل edit مثلًا للكلام دوّة، أكتب هنا مثلًا hello أقدر أعدّل أي حاجة في الdesign بتاعي، أقدر حتى أغيّر الصورة اللي في التليفون ورا، وأقدر حتى أغيّر الصورة ديّة، أقدر أحرّك الصورة ديّة. كل الكلام ده أنا هاعرفه دلوقتي، تمام، طيب أقدر أمسح الصورة ديّة وأحط مثلًا design جديد، أقول مثلًا نختار مثلًا ممكن تعمل برضه search على أي design أنت عايزه وليكن مثلًا آآ، نكتب مثلًا food بُص كده هيقول لي أنت عايز تحط الdesign دوّة كصفحة جديدة والّا على الصفحة الحالية؟ هاقول له لأ، حطه على نفس الصفحة ديّة، بُص كده كل حاجة editable بُص الساندوتش هاقدر أشده، حتى الضِل بتاع الساندوتش بُص هُم اللي حاطينه، كل حاجة هنا تقدر تضبّطها. طيب خلّينا برضه نفتح مربع جديد. فإحنا أول خانة هنا خانة الdesign تختار ما بينها حاجات يعني بسرعة، designs بسرعة تعدِّل عليها بدل ما تبدأ design من الزيرو. طيب إحنا هنا control Z بيرجّع الموضوع تاني أو بيعمل undo أو اللي هو بيرجّعك خطوة، أو في الMac command Z. تاني حاجة وأهم خانة لازم تعرفها هو الelements. الelements هي الtools أو الأدوات اللي أنت هتبني بيها أو اللي أنت هتcreate بيها أي حاجة أنت عايزها، أي شكل أنت عايزه. أول لمّا دوست على الelements جاب لي قال لي أنت عايز الelement إيه الcategory بتاعته، عايز يبقى shape دورية، مثلث، خط، والّا حابب يكون graphic يعني حاطط صورة. تعالَ مثلًا ندوس مثلًا على كلمة graphic وأقول له هيقول لي أنت عايز graphic عبارة عن إيه، هاقول له مثلًا سِنّة. بُص هنا على الشمال جاب لي كمية كبيرة جدًا من الأسنان، تقدر تعدِّل هنا تقعد لحد ما تختار اللي أنت عايزه بالضبط. راحت فين؟ أهيّة.
جاب لي كمية كبيرة جدًا من الأسنان، أختار أي شكل أنا عايزه، وليكن مثلًا الشكل ده، الشكل ده مثلًا عاجبني، وليكن مثلًا الشكل المناسب مثلًا الdesign بتاعي مثلًا الشكل مثلًا ده. تقدر تكبّر وتصغّر الشكل اللي أنت عايزه من هنا، تقدر تعمل له rotation أو دوران من هنا، وزي ما قُلنا برضه تقدر تعمل command Z. أي شكل هنا هتُقف عليه بيظهر لك شريط فوق كده بيقول لك بيدّيك شوية options. هنا edit ديّة ممكن تشيل خلفية الصورة، أنت دي حاجة يعني محتاجة اشتراك، إن أنت ممكن تعمل background removal وهاقول لك إزاي ممكن تعملها ببلاش. ممكن تحُط لها إطار بكل سهولة، ممكن تحُط لها زي إن أنت تدوّر حرف يعني خلّينا نجيب كده مثلًا صورة مثلًا، صورة يعني تانية مختلفة شوية، وليكن مثلًا هاقول له مثلًا background عشان أورّيك الborder radius بيتعمل إزاي، وليكن مثلًا الصورة دي بُص كده هنا لمّا أدوس هنا، بُص الcorner شايف الcorners بتلِف إزاي؟ تقدر تعمل لها cropping يعني تقطع جزء من الصورة، وأنت تقدر تقطع جزء لو عملت من هنا. أنا هنا باكبّر وباصغّر من الحرف، ولكن من الضلع هنا لو كبّرت كده بُص بيقطع الجناب، لو صغّرت بيقطع من فوق وبيقطع من تحت، وأقدر إن أنا أقطع الجزء اللي أنا محتاجه بالضبط، بالشكل ده، حلو كده، جميل أوي. أقدر أflip يعني إيه flip بُص كده flip horizontal يعني يعكس لي الصورة، شايف عكسها لي يمين والشمال والشمال يمين، والvertical طبعًا هيبان هنا أوي، بُص flip horizontal هيعكس لي الصورة، flip vertical هيعكسها لي فوق وتحت. أنيميت ديّة أنت ممكن كمان تعمل أنيميشن أو تعمل يعني لمّا تيجي تعمل باوربوينت تلاقي بقى الأيكون بتطلع من فوق وبتنزل من تحت، الحاجات دي كلّها ما علينا منها دلوقتي. طيب position دي مهمة أوي، يعني إيه position؟ أي برنامج جرافيك بيتعامل مع الجرافيك بيتعامل مع حاجة اسمها الlayers. يعني إيه layers؟ layers يعني تخيل إن أنا باحط طبقة فوقيها طبقة تانية، فوقيها طبقة تالتة، تعالَ كده ندوس على positions هيقول لي تعالَ كده ندوس بعد كده على كلمة layers. بُص هيقول لي أول طبقة عندك الخلفية البيضا. هاحط لك فوقيها الضرس، هاحط لك فوقيها الخلفية الزرقا، إيه العلاقة يعني أثبت لك إن هُم فوقيها بُص كده الخلفية الزرقا طلعت فوق السِنّة، لو أنا نزّلتها تحت السِنّة رجعت ورا الضرس، شُفت بقى كده؟ فديّة الlayers دي من الحاجات المهمة، لو دوست هنا دوست position بعد كده layers دي من الحاجات المهمة، بحيث أنت عايز إيه قصاد إيه، وإيه بعد إيه، دي من الحاجات المهمة فعلًا. حلو أوي، إحنا كده اتكلمنا عن إيه، اتكلمنا عن الshape وقُلنا shape أنت ممكن تsearch بأي حاجة أنت عايزها، لمّا تيجي تsearch بأي حاجة أنت عايزها وليكن مثلًا tooth هيجيب لك تحت كده شوية حاجات تساعدك، أنت محتاج إيه؟ هل محتاج مثلًا animation والّا محتاج orientation معيّن والّا حاجات؟ قلِّب فيها مش هنتكلم فيها كتير عشان ما نكبّرش الموضوع، قلِّب فيهم هتلاقيهم جُمال جدًا، حلو أوي. تاني حاجة هي الshapes، shapes اللي هي الأشكال، أشكال زي إيه؟ بُص الشكل ده، شكل مربع، عايز أحط خط، عايز أحط سهم، وهكذا، تقعد برضه تتحكم في طوله. لو جيت من هنا وتتحكم في اتجاهه عامل إزاي، الطول بتاعه، لو أنت عايز تطوّله من غير ما يطلع منك فوق وينزل تحت ممكن تدوس shift لو دوست shift بُص أهو كده بيبقى كده 0 هنا كده هنا 30 مثلًا 45 وهكذا، تلاقي الموضوع بقى أسهل أو اللف بتاعه بقى أسهل، غير لو شِلت دي من على shift دلوقتي بُص بقى الموضوع flexible أكتر. فأنت هنا تقدر تتحكم في الشكل زي ما قُلنا برضه نفس الكلام، تكبّر الشكل كده، تصغّره. للأسف المربعات لو عايز تحافظ على أبعاد المربع زي ما هو، دوس برضه shift هتلاقي النسبة أو الratio زي ما هي زي ما أنت بادئ بيها، بُص كده رجّعه مربع تاني، هاته هنا، أنا دلوقتي هادوس shift وهاكبّر، شايف هيفضل مربع زي ما هو، مش هيبوظ منّي، ولكن لو ما دوستش shift هتلاقي إن الطول والعرض مش ratio مع بعضهم. حلو أوي. تعالَ بقى في الأشكال ديّة أنت عندك شوية options لذيذة أوي، يعني مثلًا ممكن أدوس على الشكل كده واختار العلامة ديّة يعني اللون بتاع الشكل، اللون بتاع الشكل وليكن مثلًا أختار اللون مثلًا دوّة. هنا الخط، الborder بتاعه، الحروف بتاعته. هنا الكلام لو كتبت جوّه الشكل دوّة، الكلام عايز لونه إيه، ممكن تحدد الكلام من هنا وتعمله، وممكن عادي من غير ما تحدده وتختار والله مثلًا الكلام مثلًا عايزه اللون الأبيض. بُص كده عملت اللي أنا عايزه. وهنا برضه الكلام لو عايزه تخين، لو عايزه رفيّع، زي الحاجات بتاعة الword بالضبط، هنا الكلام لو عايزه في النُص، عايزه يمين، عايزه شمال. الtools البسيطة دي ممكن تبني بيها أي شكل أو أي حاجة أنت عايزها، حلو كده؟ طيب حلو جدًا.
تالت حاجة عايزك تعرفها لو أنا عايز أضيف كلام مش جوّه مربع أو جوّه شكل، عايز أضيف كلام لوحده، فبالتالي بنخش على تالت icon اللي هي الtext. الtext بتدوس لو أنت عايز كلام دوّة headline كبير تخين والّا عايزه كلام عادي، وممكن تغيّره عادي، يعني مثلًا لو حطيت كلام عادي هنا، هاقول له عايز تكتب إيه، هاقول مثلًا sorry نكتب مثلًا testing Canva. بُص كده أهو، الكلام ده ممكن أكبّره برضه، ممكن أصغّره، ممكن أتحكّم في حجم الخط من هنا، أكبّره أو أصغّره، ممكن أتحكّم في الfont أو شكل الخط من هنا، وليكن في font كويس أوي مثلًا اسمه كايرو، بُص ده مثلًا الfont اللي أنا مثلًا باحبه مثلًا، ممكن تيجي هنا تخلّيه bold، تغيّر لون الكلام اللي باللون اللي أنت عايزه مثلًا وليكن اللون دوّة، فهنا تقدر تضيف كلام ونفس الكلام برضه تكبّره وتصغّره، تقدر برضه إن أنت تعمل له rotation أو تلفّه بالشكل اللي أنت محتاجه. يبقى إحنا كده عرفنا الdesign ده بيجيب لك designs جاهزة تعدّل عليها على طول، أنت مثلًا تعمل design لعيادة، نكتب مثلًا clinic، هتلاقي عيادات ودكاترة وكده، نكتب مثلًا dental clinic، هتلاقي ديزاينات أسنان جاهزة إن أنت بس تحط اللوجو بتاعك عليها وإن أنت تستعملها على طول، وحتى أغلبها مجاني. الحاجات اللي بتحتاج دفع الحاجات اللي عليها العلامة أو التاج الصغير دوّة، معنى كده الحاجات ديّة مدفوعة، لازم تدفع علشان تستفيد من الحاجات ديّة، ولكن هتلاقي أغلب حاجات أو حاجات كتير جدًا هتلاقيها موجودة for free ماشي؟ كده إحنا عرفنا الdesign، عرفنا الelements أو الأشكال المهم إن أنت تعرفها، اللي عرفنا هي رقم 1 الshape اللي إحنا بنحط بيه خطوط أو مربعات أو دواير، وعرفنا برضه الgraphics اللي إحنا ممكن نبحث عن أي حاجة، نبحث عن خلفية نحطها للdesign بتاعنا أو نبحث عن صورة معينة، وليكن مثلًا dental tools مثلًا أدوات الأسنان، هتلاقي مثلًا هنا أهوّة شوية أدوات أهيّة مثلًا. وهكذا بقى شوف الشكل اللي أنت حابه والdesign اللي أنت حابه، عايز أرجّع الأدوات ديّة ورا الأشكال هاعمل إيه، هاعمل position وهاجيبها من هنا كده وأرجّعها فوق الخلفية على طول. ممكن كمان هنا transparency اللي أنت ممكن تخلّيها الشفافية بتاعتها قد إيه، ممكن مثلًا أقلل الشفافية بتاعتها كده بحيث تبقى شكلها مثلًا لذيذ كخلفية مثلًا، تمام؟ وقُلنا الtickets وإن أنت تدوس على أي حاجة عادي text تخين أو متوسط أو رفيع وتقدر كده بقى تغيّره بعد كده من الproperties bar اللي موجود فوق. الحاجة بقى كده اللي لازم تعرفها هي الuploads، الuploads أنا أقدر هنا أضيف أي صورة أنا عايزها، يعني بُص لو دوست upload files هاقول له أنت عايز مثلًا صورة تفتح لي الكمبيوتر بتاعي، قُل لي عايز أي صورة، أقول له مثلًا والله محتاج الصورة ديّة، هنا الصورة حمّلت أهيّة، وأقدر إن أنا أضيفها في الdesign بتاعي بالشكل دوّة، لو عايز إن هي تبقى فوق كل الكلام ده برضه يبقى أدوس على positions ونخش على layers وأبدأ أنزّل الصورة بتاعتي تحت خالص لحد ما sorry فوق خالص، فوق كل حاجة أنا محتاجها فوق الحاجات دي كلّها، فكده الصورة بتاعتي بقت فوق كل الكلام دوّة. طيب حلو أوي، تعالَ نعمل design كده سريع مع بعضنا، يعني نعمل دوس هنا، لو دوسنا هنا هيعمل لي صفحة جديدة، لو دوست هنا بُص هنا عمل لي صفحة جديدة، لو دوست هنا نفس الصفحة ديّة هيعمل لي duplication هيعيدها لي تاني بحيث إن أنا لو عايز أعدل تعديلات بسيطة بس فيها، ولو دوست هنا هيقفل التعديل إن أنا ما أقدرش بعد كده أعدل بُص باشِد مش عايز يشِد حاجة، ما أقدرش أعدل في الصفحة دي خلاص هي كده locked. هيكون مثلًا نعمل صفحة جديدة، هناخد الdesign دوّة، ممكن تاخد كليك يمين هتلاقي كلمة copy وتيجي هنا تعمل له paste أو ممكن بكل بساطة إن أنت تشده من هنا تحطه في الصفحة اللي تحت، هتلاقي ظهر معاك بالشكل ده، تمام كده؟ طيب، تعالَ أول حاجة نعمل خلفية كده لطيفة للdesign بتاعنا، وليكن مثلًا من هنا أختار مثلًا أنا دوست بس على إيه، دوست على المكان دوّة قُلت له أنا هاغيّر اللون، هاقول له مثلًا أغيّر اللون وليكن باللون دوّة، تمام كده؟ حلو أوي، وبعدين تعالَ مثلًا نحط الشكل بتاعنا مثلًا في النُص هنا ونجيب مثلًا أي حاجة إحنا عايزينها، وليكن مثلًا نجيب مثلًا حابين توست وليكن مثلًا برجر، يقول لي عايز ساندوتش برجر، أقول له أيوه محتاج ساندوتش برجر، وليكن مثلًا دوّة، أحطه في النُص هنا مثلًا كده، وأحط مثلًا فوقيه tag مثلًا، أي حاجة، أنا بس ما فيش حاجة في دماغي، فإحنا بنحط أي حاجة بس كحاجة مؤقتة، ونصغّره مثلًا، بحيث إن أنا أورّيك إن إزاي الموضوع powerful جدًا، وليكن مثلًا كده. طيب أنا حابب دلوقتي مثلًا الtag الدورية دي تكون هي ورا الtag بحيث يبقى كأنها داخلة جوّه هنا، هادوس على position وهاجيب الtag دوّة وأحطه ورا الدورية، فكده كأن الدورية بتاعتي لابسة tag. ممكن برضه أدوس مثلًا أجيب مثلًا شكل offer أو حاجة،
وادوس مثلًا هنا مثلًا أقول له عايز والله صورة عن offer. أول لما قال لي مثلًا عايز صورة offer دي هاقول له آه مثلًا محتاج دي الصورة ديّة كويسة. وممكن بعد كده إن أنا بدل مش عايز أحطها هنا، عايز مثلًا أحطها الناحية دي، ممكن أجي على flip هنا وأقلبها horizontal كده وأعمل هنا. وبعد كده ممكن أعدل الكلام طبعًا اللي فيها وهكذا. طبعًا يعني design سخيف بس يعني فكرة سريعة. ممكن برضه نحط يعني زي background نخش برضه هنا وأقول له مثلًا محتاج background مثلًا مطعم. أو لو عندك صورة من على النت عادي ممكن تاخدها وبتحطها. وليكن مثلًا نكبر الbackground شوية. نكبّرها شوية، طبعًا غطِّت كل حاجة، فنيجي على positions وننزّل الbackground نخلّيها ورا كل الحاجات دي كلّها. وممكن بعد كده من الشفافية بتاعتها نبدأ نقلل الشفافية بتاعتها واحدة، واحدة، فيبقى مثلًا بالمنظر ده، مثلًا. أنا حابب أعمل أي design هاقدر إن أنا أعمله، تمام كده؟ حلو أوي. آخر حاجة حابب إن أنت تعرفها، إزاي بقى آخُد الdesign ده كصورة ونروح أنزّله على الفيسبوك أو أنزّله في أي مكان تاني. وهنا هنيجي لجزئية الshare، الجزء اللي فوق هنا ده. لمّا أدوس عليها هيطلع لي قايمة، هيقول لي أنت حابب تبعت link الdesign نفسه والّا حابب تنزّله؟ هاقول له أنا حابب أنزّله، أقول له download. بُص هنا جاب لي إيه، قال لي الfile type. فاكر لمّا إحنا اتكلمنا عن الfile formats؟ يعني بُص هنا كده، لحظة واحدة، كان فين؟ إمم، هنا. أقول له مثلًا reload page. فاكر لمّا اتكلمنا عن الfile extensions اللي هنا ديّة؟ فاكر؟ الfile extensions ديّة هنا بيقول لي نفس الكلام. عايز تسيّف الصورة ديّة بإيه؟ عايز تسيّفها JPG يعني صورة لو أنا سيّفته JPG يبقى الصورة تبقى مربّعة. هل هي مربّعة؟ آه، هي مربّعة. فأنا ممكن أسيبها JPG ما فيش مشكلة. فادوس download. أقول له مثلًا أختار والله JPG وهيقول لي الsize بتاعها إيه. هاقول له نفس الsize اللي أنا مستعمله ده مش هاعدّل فيه. الquality 80% مقبولة. هنا بس محتاج إن أنت لازم تبقى مدفوع علشان تعلّي الquality عن كده. ولازم ما تكونش مستعمل عناصر مدفوعة. يعني لازم كل العناصر اللي أنت مستعملها في الصورة بتاعتك تكون عناصر free أو أنت عامل لها upload من على الكمبيوتر عندك. وهاختار مثلًا الصور اللي أنا محتاج أنزّلها وليكن مثلًا مش all، أنا عايز أنزّل الصورة ديّة بس. وهاقول له download. طبعًا هنا مستعمل عناصر للأسف بفلوس. العنصر ده تقريبًا كان بفلوس. خلّينا نمسحه عشان يقدر إن هو يعمل download. وآجي هنا هاقول له download. أقول له أنا عايزه JPG. هاقول له أنا عايز الصفحة دي بس. وأدوس download. هنا قال لي برضه لأ الdesign بتاعك للأسف فيه عناصر مدفوعة. ماشي، هنا ممكن تقريبًا ده العنصر المدفوع التاني. نفس الكلام. آآ download JPG. مش كله، عايز صفحة رقم 2 بس. وأقول له download. برضه still في عناصر ده برضه عنصر مدفوع. أنت عندك لعلمك العنصر المدفوع ممكن تلاقي غيره مش مدفوع عادي. يعني هتلاقي نفس العنصر مش مدفوع. كده زي ما قُلت لك الmoney value بصراحة بالنسبة لCanva اشترك يا جماعة، اشتركوا في الplan اللي هي المدفوعة. بتبقى رائعة بصراحة. ومش غالية بالنسبة للإمكانيات اللي هو بيدّيها لك. وليكن مثلًا ده مجاني، دي صورة مجانية عادي. طيب واحد يقول لي أنا كcontent creator، هل الحاجات ديّة عليها يعني ديّة إن أنا أستعمل الصور ديّة عادي والّا القناة بتاعتي هيحصل فيها مشكلة بسبب الprivacy restriction وحوار إن أنت خدت صورة مدفوعة ببلاش؟ لأ عادي ما فيش أي مشكلة. أغلب الصور أو يعني تقريبًا كل الصور الموجودة على canva ما فيش فيها مشكلة خالص. لو أنت استعملتها أي وقت، هي صور بتكون الشهادة بتاعتها صالحة إن أنت تستعملها في أي مكان عادي من غير أي مشاكل في الprivacy. ماشي، يالّا نجرّب تاني. هنا، هنا، هنا. أعتقد المرّة دي الخلفية فعلًا هي اللي عاملة المشكلة. ماشي، يعني بالمرّة بقى طالما إحنا قضّينا وقت شوية في الموضوع دوّة، فإحنا يعني هنكمّله. هنشيل الخلفية نجيب خلفية تانية مثلًا نكتب restaurant. هيقول لي الخلفيات. هاقول له CO للخلفيات وليكن مثلًا الخلفية دي ببلاش. بُص دايمًا زي ما قُلت لك العنصر المدفوع معمول عليه tag أهو. معمول عليه tag. أنا بس كنت باشرح فما كنتش باهتم أوي بموضوع المدفوع ومش مدفوع ديّة. ممكن ندوس هنا على position ونيجي على الصورة ديّة اللي هي الكبيرة دي وندوس عليها delete. ناخد الصورة التانية دي نكبّرها كده. وبعدين على الposition برضه أنزّلها قبل الlayer الأخيرة. الtransparency بتاعتها أبدأ إن أنا أقللها كده جامد. تمام كده. ده غالبًا دلوقتي هتنزل ما فيش من غير أي مشاكل. إمم، نختار JPG كده مربعة مش محتاجة شفافية في حاجة. وفعلًا الصورة بتاعة الdownloading أهيّة والصورة بتاعتي هادوس مثلًا save.
هالاقي الصورة بتاعتي نزلت أهيّة، وأنا كده عملت الصورة اللي أنا حاببها بخطوات صغيّرة جدًا، فأنت لازم يكون عندك المعرفة دي، لازم تكون عارف تعمل حاجة شبه كده، حاجة بسيطة، أنا أي فكرة في دماغي دلوقتي أقدر أعملها، أي فكرة زي تعالَ كده بُص الحاجات اللي أنا عاملها قبل كده، يعني عشان كنت عملت خرجت من الaccount دخلت تاني بُص هنا، خلّينا ناخد أي صورة مثلًا، خلّينا مثلًا في design مثلًا وليكن هنا مثلًا الlogo ده، بُص الlogo نفْسه فين الlogo أهو، ده الأيكون أهي، أيقونة عادية أنا جايبها واخدها من صورة، بعد كده رُحت ممكن أقدر ألوّنها، يعني بُص لو دوست على الأيقونة هنا يقول لي ده اللي عايز اللون دوّة إيه، عايزه مثلًا اللون الأولاني مثلًا تركواز واللون التاني مثلًا أحمر أو فوشيا مثلًا، مثلًا كمثال، عملت logo جديد أهوّة، أقدر أكتب تحتيه أي حاجة، أي كلام أقدر أكتبه تحتيه وأقدر أحطهم جنب بعض وكده، كده أنا عملت logo لنفسي، ولكن حاجة زي كده لمّا آجي أسيّفها بُص كده تعالَ كده نعرف هنا الفرق بين الJPG والPNG، تعالَ هنا بُص لو جيت على الlogo دوّة هنا نزّلته مرّة قُل له أنزّل الصفحة دي بس current page وهانزّله PNG ونفس الlogo هنسميه مثلًا one ونفس الlogo دوّة هانزّله JPG قُل له عايز تنزّل أنهي واحدة من الحاجات اللي أنت عاملها، وقُل له أنا عايز أنزّل مثلًا الcurrent page بس الصفحة دي بس، sorry طيب إحنا معلش هانزّله تاني الPNG في هنا option مهم بيقول لك transparent background إن أنت عايز الخلفية شفافة والّا لأ، للأسف الoption ده كان ببلاش دلوقتي للأسف بقى بفلوس، فلو كنا نزّلناه إن الخلفية transparent وهو PNG يعني بُص لمّا أختار JPG موضوع الخلفية شفافة والّا لأ راح، الخلفية تقدر تبقى شفافة لو PNG بس، وهُم للأسف دلوقتي عملوها بفلوس. يا جماعة اشتركوا في كانفا والله money value رائعة، رائعة بجد، وزي ما قُلت لكم في اشتراكات كتير برّه الaccount بتبقى بفلوس مخفضة عن كده بكتير. فطبعًا لو logo أنا مش عايز الlogo يبقى مربع، أنا حابب الlogo يتحط بتاعي، يعني بُص مثلًا كنا حاطين مثلًا logo مثلًا لمكان على الdesign بتاعنا، هاوريك الdesign مرّة بlogo ومرّة من غير logo يعني بُص الdesigns أهيّة مثلًا، ممكن مثلًا ننزل home الdesigns بتاعتي أو أجيبها في home وتقريبًا هُم كانوا تحت جدًا، وليكن مثلًا إمم، فين الdesigns وليكن مثلًا ديّة، بُص كده أنا الlogo هنا حطيته أهو، بُص كده الlogo هنا حطيته أهو بسهولة، بكل سهولة أقدر أحط الlogo أشيله أحرّكه، فالlogo إن هو يكون شفاف كده ما يبقاش حواليه مربع أبيض يبقى الlogo دوّة كان معمول PNG أو طبعًا أنت عامله vector وهتحطه على البرنامج هنا، تمام كده؟ بس كده، ونزّلنا الdesign اللي إحنا عملناه، والموضوع سهل وبسيط، ومهارة سهلة جدًا وعلى موبايلك، وحتى الfree plan بتاعته ممتازة إنك ترفع صور من على موبايلك، وتضيف الصور مع بعضها وتنزّلها على طول، عايز حتى بعد كده عايز أقول لك canva كمان ممكن تكتب من عليه بدل الword، ليه مميزات كتير جدًا وحاجات عظيمة جدًا، وبصراحة بالنسبة لي مش محتاج أستعمل photoshop في أي حاجة خالص، هو tool سهلة ولذيذة ولطيفة، والdesign اللي أنا عملته ده هالاقيه موجود على الموبايل بتاعي والتابلت، أي حاجة أقدر أخش على canva أو أي جهاز أقدر أخش منه على canva بالaccount بتاعي، هالاقي كل الdesigns موجودة، فtool مهم أوي، ومهارة بصراحة ما ينفعش ما تعرفهاش، ما ينفعش تعيش من غير المهارات الأساسية البسيطة ديّة، لازم تتعلم اللي يمشّيك في كل مجال، لازم أعرف في الdesign الحاجات اللي تمشّيني، تمشّي احتياجاتي، لازم أعرف مثلًا في الطبخ الحاجات اللي أنا ممكن أطبخ لنفسي، هاتحط في موقف في وقت من الأوقات هاحتاج فيه إن أنا أطبخ لنفسي، أأكّل نفسي، فدايمًا كل مجال بتاخد منه كده زي ما بيقولوا إيه، من كل بستان زهرة. بس ده كان فيديو النهارده، وشكرًا جزيلًا ليكم، ويسألكم الدعاء لي ولأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.